يا جماعة أهلا وسهلا بيكم في حكاية رقم 2 من حكايات سفيان الدبدوب. النهاردة هنحكي عن الثعلب الصغير. بس قبل ما نبدأ يا حلوين، لو عايزين تضحكوا وتتعلموا معايا اضغطوا لايك وسبسكرايب دلوقتي عشان أنا هحكي لكم قصة رهيبة. كان يا مكان ثعلب صغير اسمه فوكسي، كان بيحب يتفرج على فيديوهات كتير. فوكسي طول اليوم بيشوف رقصات غريبة ونكت فاضية، ومخه بدأ يتعب شوية شوية. يوم من الأيام فوكسي عايز يعبر النهر عشان يوصل للأكل، بس معرفش يحل اللغز. فوكسي حاول يفكر بس قال 1 2 5 3 وقع في المية، وكان زعلان جدا. فوكسي قرر يغير وبدأ يشوف فيديوهات مفيدة عن حل المشاكل والطبيعة. فوكسي اتعلم يفكر صح وحل اللغز بسرعة وعبر النهر وأكل كويس. من يومها فوكسي بقى أذكى ثعلب، وأصحابه كمان بدأوا يتعلموا معاه. الحكمة إن اختاروا فيديوهات مفيدة عشان تتعلموا حل المشاكل وتبقوا أذكياء، وما تضيعوش وقتكم في حاجات فاضية.